وبنكمل مع روني وبنشوفه بيجري على اخوه فيجرام، وفيجرام كان واقع على الارض وبيموت، وروني بيزعق على اخوه. وعلشان نفهم ايه اللي حصل بالظبط بنرجع 15 سنه لورا، وبنشوف فيجرام وهو صغير وكان بيلعب بالطيارات الورق مع اصحابه، وبالغلط فيجرام قطع طياره واحد، فالواحد ده مسك فيجرام وضربه. ففيجرام بيقول له ايه رايك انا هجيب اخويا يجيب لي حقي منك. فالواد قال له هات اخوك احنا هنخاف. وبينادي فيجرام على روني، وفعلا بيحضر روني، والعيال بتتريق على روني علشان عيل صغير وشكله كيوت قوي. وروني بيقول للواد اللي ضرب فيجرام يا ريتك كنت ضربتني انا كنت سبتك، لكن تضرب اخويا ده اللي هندمك عليه طول عمرك. وبينزل روني ضرب في العيال دي نفر نفر، وبيطلع انه محترف كاراتيه وفنون قتاليه من صغره. وفيجرام بيتفرج ومنبهر باللي بيعمله روني لحد ما بيوصل ابو روني وفيجرام واللي يبقى ظابط، وابوهم بياخد روني وبيقعد يضرب فيه بالحزام علشان روني بيتخانق كتير. وفيجرام واقف ومتضايق ان فيجرام بيتضرب بسببه، وبنعرف ان فيجرام يبقى الاخ الاكبر وروني يبقى اخوه الصغير، يعني روني الصغير كان بيجيب حق اخوه الكبير. وفيجرام بعدها بيتاسف لروني وبيقول له معلش يا اخويا. فروني بيقول له معلش على ايه بس، انت مفكر ان ابوك كده كان بيضربني؟ ده كان بينفض لي الهدوم. وبيجي عمهم وبيقول لابو روني ايه كميه الضرب اللي ضربتها لابنك دي. فابو روني قال له يا ريته بيحس بحاجه، ده مش بيحس باي ضرب، الواد ده لما يكبر هيبقى شخص مختلف جدا. فعمهم قال له بس انت ليه ضربته؟ فيجرام هو سبب الخناقه اصلا. فابو روني قال له انا لو كنت ضربت فيجرام لكان روني قتلني، علشان روني بيحب اخوه جدا. وفي يوم كان روني وفيجرام في المدرسه ومستنين ابوهم يجي ياخدهم، بس عمهم اللي بيجي وبيقول لهم ابوكوا في المستشفى وحالته سيئه، علشان كان بيفض خناقه ما بين عصابتين، وكان بيفض الخناقه لوحده ومفيش حد معاه، وكان بيكسر عظم المجرمين، وكان بيدافع عن الناس في الشارع بشرف. بس للاسف خد رصاصه من ورا. وبيوصلوا العيلين للمستشفى اللي كانت كلها ظباط، وبيشوفوا ابوهم وهو بيموت، وابوهم في اخر انفاسه كان بيطلب من روني يخلي باله على فيجرام، وبيقول له انا عارف انها غريبه ان الصغير يخلي باله من الكبير، بس انت قدها يا روني. وبيموت ابوهم والعيال بتعيط عليه، وبيعيشوا العيلين في رعايه عمهم. وروني كان مخلي باله من فيجرام وبياكله وبيشربه وبيعوضوا على غياب ابوهم. وبعدها الاتنين بيكبروا، كانوا في السينما وقتها وبيتفرجوا على فيلم كوميدي، وكل السينما بتضحك ما عدا فيجرام كان بيعيط، وروني بيمسح له دموعه. وبيخرج فيجرام في الاستراحه علشان يجيب فشار، وكان لسه بيعيط، وبتشوفه بنت اسمها سيا فبتديله منديل علشان يمسح دموعه، وبتساله مالك بتعيط ليه. وفيجرام بيعرفها انه بيعيط بسبب الفيلم. فسيا بتستغرب انه عاطفي للدرجه دي وبيعيط بسبب فيلم كوميدي، وبتحاول تهديه. وفيجرام بالغلط بيخبط في الشاب ده اللي كان مع اصحابه، وبيوقع الاكل على لبس الراجل، والراجل بيتعصب وبيضرب فيجرام. وفيجرام يسكت لا، بينادي على روني بعلو صوته، وبيسمعه روني وهو في السينما وبيجي جري، وبيفهم من فيجرام اللي حصل وقال له انا وقعت الاكل على لبس الراجل ده. وروني بيتاسف للراجل وبياخد اخوه كان ماشي، بس روني بيشوف دم ورا ودان فيجرام، وفيجرام بيحاول يهديه وبيقول له خلاص الموضوع خلص، بس روني مش بيسمع الكلام، وبيرجع للشباب دول وبيدور فيهم الضرب وبيكسرهم، وبيعمل لهم الفينش بتاعه، وبيقول لهم ما اتخلقش لسه اللي يمد ايده على اخويا وانا عايش، وبيكمل عليهم وبيمسح بيهم المكان. وسيا بتشوف روني وبتعجب بيه جدا، وبيتدخل فيجرام وبياخد اخوه وبيمشي. وروني بعدها بيستعرض عضلاته على السطح عنده قدام سكان المنطقه، وعمهم ما كانش عاجبه العيشه اللي عايشها روني، وبيعرفهم ان اسم الشرطه طالبين ضابط يشتغل في الاسم، وبيقول لهم بما انكم وابوكم وجدكم كانوا ظباط فانتم مرشحين لوظيفه الضابط اللي الاسم طالبه. وفيجرام بيقول لروني خد انت وظيفه الضابط دي. فروني قال له ليه ما تاخدهاش انت؟ ففيجرام قال له انا مش هينفع، انا بخاف من خيالي، انت اللي ينفع تاخد وظيفه الضابط. فروني قال له انا مش هنفع، انا عليا 32 قضيه وكلهم كانوا قواضي خناقات بسببك يا حبيبي. وبيفضل روني يقنع فيجرام ان هو اللي ياخد الوظيفه. ففيجرام قال له سيبك ان انا بخاف من خيالي، هتعامل ازاي مع المجرمين وانا بخاف منهم؟ فروني قال له لما تلبس الزي الميري المجرمين هم اللي هيخافوا منك. وفعلا فيجرام بيقتنع بكلام روني وبيقرر ياخد الوظيفه وبيلبس الميري. وتاني يوم روني بيوصل اخوه لاسم الشرطه، وهم في السكه الناس بتبدا تحترم فيجرام جدا، واي مجرم في الشارع بيخاف منه. وفيجرام بيعيش الدور وبيوصلوا روني عند الاسم، وبيقول له كان نفسي ابوك يكون معانا في اللحظه دي. وبيخش فيجرام الاسم وكان باين انه مرخوم وخايف، وبيقابل المفتش وبيديله ورقه تعيينه، والمفتش بيقول له روح للضابط تيريباسي علشان يخلص لك ورقك. وبيروح فيجرام للضابط تيريباسي، وفجاه بتوصل عصابه عند الاسم وبيولعوا في واحد قدام الاسم، وكل الضباط شايفين اللي حصل ومحدش بياخد موقف لانهم بيكونوا خايفين من زعيم العصابه اللي اسمه اندير. وبيخش اندير الاسم وبيحط رجل على رجل وبيتكلم بكل عنتريه، واندير بيأمر الضباط انهم يزوروا في موت الراجل اللي لسه مولع فيه. المهم ان
اسمه ما يتجابش في قتل الراجل ده، وبيسيبهم وبيمشي. وفيجرام بيكون خايف جدا وبيقول مع نفسه في اول يوم شغل ليا يحصل كده، وبيروح للمفتش وبيقول له العصابه دي حرقت واحد قدام اسم الشرطه، هنسيبهم يمشوا كده عادي؟ فالمفتش بيقول له الضابط تريباسي في مره فكر ياخد اجراء ضدهم، فالعصابه قتلت بنت تريباسي قدام عينه، فكل الضباط هنا خايفين يعملوا اي اجراء ضدهم. وبعدها فيجرام بيروح لروني وبيحكي له باللي لسه حاصل في الاسم، وبيقول له عصابه اندير دول عليهم قواضي اختطاف وقتل وحاجات غير قانونيه كتير، واكتر حاجه بيعملوها انهم بيخطفوا العائلات، والغريب انهم مش بيطلبوا فديه، ومحدش في الاسم عارف هما بيخطفوا العائلات ليه. وروني بيكون سامعه بس مش مهتم، وبيقول له عادي انت لسه هتقابل مجرمين ياما. وبنروح بعدها لعصابه اندير، وعصابه اندير بيجي لها رساله من عصابه تانية اسمها عصابه ابو جلال، وابو جلال كان بيطلب من عصابه اندير عدد عائلات اكتر. وواحد من رجاله اندير اسمه باجو بيسال اندير هو ابو جلال بيعمل ايه بالعائلات دي كلها، فاندير بيحكي له ان ابو جلال يبقى زعيم عصابه ارهابيه في سوريا، وعصابته اللي اسمها جيش العسكر من اخطر العصابات في العالم، وفي بلاد كتيره استثمرت فلوسها ومولت العصابه بتاعت ابو جلال. وابو جلال بقى بيخطف العائلات وبيخلي اب كل عيله يشوف عيلته وهي بتموت، فالاب طبعا بيقعد يعيط وبيقول للعصابه اقتلوني انا وسيبوا عيالي. فالعصابه بعدها بتتفق مع الاب انهم هيسيبوا عياله عايشين، بس في المقابل الاب هيلبس حزام ناسف وهيروح اماكن معينه هم قايلين له عليها، والاب مطلوب منه يفجر نفسه في الاماكن دي. فابو جلال بيطلب عائلات اكتر علشان ينفذ عمليات اكتر. وبعدها بنروح لسيا اللي كانت مع اختها روشي، وروني وقتها بيشوف سيا في الشارع وبيفتكرها وبيقع في حبها على طول، وبيفضل مركز معاها وبالغلط بيخبط في موتوسيكل اختها روشي، وروني بيتاسف لروشي وبيمشي. وبعدها سيا بتروح لاسم الشرطه هي وصاحبتها حفيظه، وسيا كانت عايزه تعمل محضر في عصابه اندير علشان العائلات اللي بتتخطف، وسيا بتهدد المفتش وبتقول له انا عندي 260 الف متابع على الفيسبوك، لو ما عملتش المحضر هنزل على صفحتي وهفضحكوا. فالمفتش بيتعصب وبيجمع الضباط وبيقول لهم هنعمل ايه في الموضوع ده، ومين هنخليه كاتش الفدا ويروح المصنع اللي محبوسين فيه الرهاين. فالمفتش بيجي على باله فيجرام لانه لسه جديد، ده غير انه لخمه ومش مفيد قوي ليهم. والمفتش بيجي فيجرام وبيقعد يشجعه وبيقول له دي الوقت علشان تخدم بلدك، وبيقول له كل اللي عليك انك تهجم على المصنع بتاع عصابه اندير. شفت سهله ازاي؟ سقفوا يا جماعه للظابط الشجاع. وطبعا فيجرام بيخاف وبيقلق جدا وبيقول للمفتش ينفع اروح الحمام، وبيروح فيجرام الحمام وبيكلم روني، وروني بيقول له مالك خايف كده ليه، انت ظابط وده شغلك. وروني بيطمنه وبيقول له ما تقلقش انا معاك. وفعلا بيروح فيجرام المصنع لوحده وبيشوف الرهاين المخطوفه، والعصابه بتبقى شايفاه بس مستغربين ان في ظابط موجود. وفجاه بيظهر شخص وبيحط ايده على بقه بس بيطلع انه روني، وروني بيبقى جاي علشان يساعد فيجرام في العمليه بتاعته، وبيوري له ان المصنع مليان بافراد العصابه، وبيقول لفيجرام تعال نلعب لعبه، لما صفر تطفي النور ولما صفر تاني تولع النور وهكذا. وفعلا بينفذوا الخطه وروني بيصفر والنور بيتطفي، وبيروح روني يخبي وشه وبينزل ضرب في افراد العصابه، وبيصفر روني علشان يشوف اماكن افراد العصابه في النور، وبعدها بيقوم مهاجمهم ومنفضهم في الضلمه. وبيفضل روني يكرر الحوار ده كتير لحد ما العصابه فهمت وقاموا مصفرين وفيجرام نور النور، بس روني بيروح لفيجرام وبيقول له اطفي النور وما تولعوش ابدا علشان الاكشن هيبدا، واديلي 45 ثانيه وهكون خلصت على العيال دي. وفعلا روني بيرجع لهم وبينزل فيهم ضرب يمين وشمال وبيخلص عليهم بكل مهاره، وبيشتغل ضرب فيهم بكل الاشكال والانواع وبيخلص عليهم في 45 ثانيه فعلا، وبيخلي فيجرام يرجع المخطوفين لاهاليهم. وبيوصل بعدها رئيس شرطه المدينه للاسم وبيقول لهم فين البطل فيجرام، وبيسلم عليه وبيحيي البطل وبيتصور معاه كمان. وبعدها اندير بيروح يقابل ابو جلال، وابو جلال كان متضايق علشان العائلات اللي طلبهم ما وصلوش، واندير كان واقف مرعوب من ابو جلال وبيقول له قريب هخطف عائلات تانية بدل اللي راحوا. وبعدها بيتصل بيه المساعد بتاعه باجو وبيقول له احنا عرفنا مين الضابط اللي حرر رهاين وهجم على المصنع، اللي عمل كده يبقى الضابط فيجرام. وبينزل خبر في الجورنال بالعمل البطولي اللي عمله فيجرام وصورته مع رئيس الشرطه، وبيطلع ان حفيظه صاحبه سيا وجوزها يبقوا اصحاب عم روني وفيجرام وبيزوروهم في البيت. وحفيظه بتسال فيجرام انت ازاي بطل زيك مش متجوز لحد دلوقتي، انا عندي صاحبتي طيبه جدا وممكن اخليكوا تقابلوا بعض. وحفيظه كان قصدها على شوري اخت سيا، بس فيجرام بيكون رافض يتجوز، فروني بيروح يقنعه وبيقول له لازم تتجوز، اسمع مني ما انت مش هتفضل في اريبيزي طول عمري. وفيجرام مش بيقدر يرفض طلب لروني، بس بيطلب من روني يروح هو ويشوف العروسه ويشوف هل هي مناسبه ولا لا. وفعلا بيروح روني البيت شوري وبيشوف سيا هناك وبيفتكرها العروسه، وهي بتشوفه وبتفتكره العريس، والاتنين بيتصدموا لانهم اساسا بيحبوا بعض. وبيخش عليهم جوز حفيظه وبيقول لهم عاوزين نحدد اخواتكم هيتجوزوا
امتى، فهم الاتنين بيقولوا اخواتنا، فبيفهم كل واحد فيهم ان اخواتهم هم العريس والعروسة وبيفرحوا جدا. وفعلا فيجرام وروشي بيتجوزوا، وروني وساي بيرقصوا في الفرح وبيخربوها. وبعدها بنروح لعصابة اندير، واندير كان متعصب جدا على رجالته وبيقول لهم حتة ظابط لسه متعين يعمل فينا كل ده، وبيأمر رجالته انهم يدوروا وراه ويخطفوا حد من عيلته. وفي واحد من رجالته قال لاندير ان فيجرام عنده اخ صغير، فاندير بيقول لهم يبقوا تخطفوا اخوه الصغير ده وتجيبوه هنا. وفعلا العصابة بتروح تراقب روني، وروني وهو ماشي لقى جاره تعبان في الشارع فراح خده معاه، وهو اللي بيوقف العصابة وبيقول لهم ممكن تنزلوني اخر الشارع عشان اروح اعالج الجرو ده. وطبعا العصابة بتوافق وبيركبوه، وفي السكة بيرفعوا عليه السكاكين وبيوصلوا بروني لمقر العصابة. وروني بيعمل نفسه خايف وغلبان وبيقول لهم انتوا خاطفيني ليه؟ واندير بيقول له انت مالكش ذنب، بس احنا خاطفينك علشان اخوك. وبيروح اندير يتصل بفيجرام وقال له معاك اندير زعيم العصابة، ففيجرام قفل السكة في وشه. فاندير بيقرر يتصل بفيجرام من موبايل روني، وفيجرام بيتصدم لما بيلاقي اندير اللي بيتكلم. واندير بيقول له ترجع الرهاين اللي خطفتهم تاخد اخوك، مش هترجعهم اخوك هيرجع لك جثة. وفيجرام بيستغرب جدا انهم عرفوا يخطفوا روني، وروني بعدها بيكلمه وبيقول له الحقني انا خايف جدا، انا عايزك تكون هنا بعد 10 دقايق. وفيجرام بيفهم ان روني بيستعبط على العصابة وهيخلص عليهم في 10 دقايق. واندير بيقول للعصابة لو فيجرام ما جاش في خلال 10 دقايق يقطعوا صباع روني، وبيسيبهم وبيمشي. وفعلا بعدها العصابة كانت عايزة تقطع صباع روني، وهنا روني بيكشر على انيابه وبيمسك رجالة العصابة وبيكسر عظمهم، واي حد كان بيجي على سكته كان بياخد اللي فيه النصيب وبيكسر المكان عليهم. وبيكون وصل فيجرام وقبض على باجو على الجاهز، وراه حط باجو في الزنزانة. وتيريباسي ما كانش مصدق ومصدوم ان فيجرام قدر يقبض على باجو. وبعدها فيجرام وتيريباسي بياخدوا باجو وبيتحركوا بيه على المحكمة، بس وهم في الطريق السكة كانت زحمة، وتيريباسي بينزل علشان يشوف فيه ايه، وبيلاقي ان روني بيتخانق، فبيروح يعرف فيجرام بكده. وفيجرام قال له روح اقبض عليه وحط الكلبشات في ايده. فتيريباسي قال له بس ده اخوك. فيجرام قال له القانون بيمشي على الكل، وفعلا بيكلبش روني مع باجو. وفجأة روني بينط من العربية وبيسحب وراه باجو. وفيجرام بيقول لتيريباسي جه الوقت علشان تنتقم من موت بنتك، خد المسدس ده واقتل باجو. وفعلا تيريباسي بياخد المسدس وبيقتل باجو، وتيريباسي بيشكر فيجرام وبيحييه، وبيطلع ان كل ده كان من تخطيط روني وفيجرام. وفي يوم فيجرام بيرجع لروني وهو متعصب وبيقول له بسبب كل المجرمين اللي بضربهم والرهاين اللي بحررهم، قصدي المجرمين اللي انت ضربتهم والرهاين اللي حررتهم، الاسم اداني ملفات اخطر المجرمين والمطلوب مني ان اقبض عليهم. وبيقول له روني انا خايف جدا اموت زي ما ابونا مات. فروني بيهديه وبيقول له ما تقلقش انا في ظهرك وهكون دايما جنبك وهخلص لك على كل المجرمين. وفعلا بنشوف بعدها روني وهو بيخش على المجرمين الخطيرين وبيخلص عليهم كلهم، وفيجرام بيجي وبيقبض عليهم كلهم على الجاهز. ومع الوقت فيجرام بيقعد يترقى كل شويه وصوره بتنزل في الجورنان، وفي وقت قليل خد ميداليات شرف كتير، وكل ده بفضل الاسد روني. بس الحمل على فيجرام بيكبر اكتر لان سيرته وصلت لوزير الدفاع، والوزير بعدها بيقابل فيجرام وبيكلمه على اندير وبيقول له احنا عرفنا انه بيتعاون مع رئيس جماعه ارهابيه اسمه ابو جلال، واندير بيخطف عائلات وبيديها لابو جلال. احنا بقى عاوزينك تروح لسوريا وتخلص شويه اوراق بخصوص الموضوع ده وتسيب الباقي للشرطه هناك وهي تتصرف. وبعدها بيتحرك فيجرام وكان رايح على المطار، وفيجرام بيقول له روني ما تيجي معايا لسوريا، بس روني بيقول له ما تخافش دي مهمه على الورق، ولو رحت معاك في كل مكان الناس هتشك فينا. ففيجرام قال له عندك حق، وبيوصلوا فيجرام للمطار وبيسافر. وبعدها فيجرام بيوصل للفندق في سوريا وبيكلم روني فيديو كول وبيطمنه، وفيجرام بيقول له محفظتي اتسرقت اول ما وصلت الفندق، وروني بيقعد يضحك عليه. ولكن فجأة في 2 بيوصلوا وبينزلوا ضرب فيجرام، وروني بيشوف اللي بيحصل وهو خايف على اخوه، وواحد من العصابة بياخد التليفون، وروني بيقول للعصابة لو اخويا حصل له حاجة هاتلكوا انتوا الاتنين. فالراجل قال له احنا مش 2 ولا 100 ولا 1000، احنا بلد كاملة. فروني قال له لو اخويا حصل له حاجة انا هشيد بلدك من الخريطة، والراجل بعدها مسك التليفون وكسره. فروني بعدها على طول بيوصل سوريا هو وسيا وبيروح يعملوا محضر في الاسم، وروني بيعرف الضابط ان فيجرام كان جاي مخصوص علشان ابو جلال. والضباط لما سمعوا اسم ابو جلال كلهم بيبصوا لروني، والضابط بلال بيقول له روني انا هروح اتابع مع وزير الخارجيه والسفاره وبعدها هرجع لكم. والضابط بلال بيقول لروني كمان نصيحه مني خليك في حالك وانت في البلد دي. فروني بيخرج من الاسم وما كانش عارف يعمل ايه، بس بيلاقوا واحد واقف عند الاسم وبيقول لروني انت بتدور على الضابط فيجرام؟ فروني قال له انت مين؟ الراجل قال له انا اسمي اخطر، وبيقول له خلي بالك الشرطه بتراقبك، تعالى ورايا وهوصلك لاخوك. فروني ما كانش عنده حل تاني فبيروح مع اخطر، وبيفضل اخطر يمشيهم في شوارع كتير وبيقدر يتوه رجاله الشرطه اللي كانوا ماشيين وراهم. ولكن بيطلع ان اخطر
أخطر ده نشال ورجالة كتيرة بتحاوط روني وسيا، وأخطر بيرفع السلاح عليهم وبيقول لهم طلعوا كل اللي معاكم، بس روني فجأة بيوقع المطوة من إيده، ولما أخطر بيميل علشان يجيب المطوة بيلاقي روني ضرب كل رجالته في ثانية، فأخطر بيخاف وبيتأسف لروني وبيقول له أنا كنت في الاسم وسمعتك كنت بتكلم الظابط فقلت أعمل عليكم حوار علشان آخد منكم مليمين، وبيقول له روني سامحني بس أنا بجمع فلوس علشان أعمل عملية لأخويا، وروني بيتعاطف معاه وبيديله فلوس، وروني كان سايبه وماشي بس بيفتكر لما فيكرام قال له أنا محفظتي اتسرقت لما وصلت الفندق، فروني بيسأل أخطر تعرف أي نشال سرق محفظة امبارح الساعة 6 قدام فندق؟ فأخطر بيقول له أكيد أنا أعرف كل النشالين اللي في المدينة، وبيقول له أنا هساعدك علشان أنت طلعت شخص طيب، وفعلا بيقدر أخطر يوصلهم للنشال اللي سرق محفظة فيكرام، وعن طريقه بيعرفوا الفندق اللي كان فيه فيكرام، وأخطر بيعرف إن كان في فوضى في الأوضة رقم 121، فبيروح على الأوضة واللي بتكون أوضة فيكرام، وروني لما بيخشها بيفتكر كل اللي حصل لأخوه، وبيلاقوا تليفون فيكرام على الأرض، وروني كان هيمسكه بس أخطر بيمنعه وبيقول له لازم يمسك التليفون كويس علشان عليه بصمات الشخص اللي خطف فيكرام، والشرطة بتبقى وصلت المكان وبتدور عليهم، بس روني واللي معاه بيقدروا يهربوا، وأخطر بياخد التليفون عند واحد صاحبه متخصص في الكشف عن البصمات، وصاحبه بيرفع البصمات اللي على التليفون وبيعرفوا كل بيانات الشخص اللي خطف فيكرام واللي بيكون اسمه زيدي، وروني بيوصل للعنوان بتاع زيدي وبيبدأ يسأل كل أهل المنطقة عن بيت زيدي، ولما أهل المنطقة عرفوا إن في ناس بتدور على زيدي بيقعدوا كلهم يصفروا، ودي بتبقى إشارة لزيدي اللي بيشوفهم من الشباك، وساعتها روني بيشوفه وبيفتكره وبيطلع جري وراه وبيتخانق معاه، بس زيدي بيكون عامل زي الطور وبيضرب روني بقوة، بس روني بيستجمع قوته وبيديله، وزيدي بيطلع يجري منه وروني كان وراه، وكل ما روني يمسكه ويضربه كان زيدي بيفلت منه وبيهرب، لحد ما زيدي استسلم وقال له روني خلاص أنا هقول لك على مكان أخوك، وزيدي كان خلاص هيقول له بس بتخبطه عربية وبيموت، وروني بيتصدم وبيطلع يجري عليه وبيفضل يزعق وبيقول له لا ما تموتش، وبينادي بصوت عالي على فيكرام، وده كان المشهد اللي شفناه في الأول، يعني بيطلع إن اللي مات ده مش فيكرام، وسي بتجيلها فكرة وإنها تفتح موبايل زيدي ببصمة عينه، وبتبعت رسالة لأندير على أساس إنها زيدي وبتقول له إنها عاوزة تقابله في الكازينو، وبنروح لفيكرام وبنشوف هو تعبان ومتشفلط من التعذيب، وأندير بياخده وبيرميه وسط الرهاين، وبنكتشف إن حفيظة وجوزها من ضمن العائلات المخطوفة، وبعدها روني وسيا بيروحوا على الكازينو، وأبو جلال بنفسه بيكون موجود وبيكون عارف إن زيدي مات، وبيقول لأندير اللي كلمك وقال لك تعالى الكازينو ده أكيد اللي قتل زيدي، وأنا موجود هنا علشان أنتقم من الشخص ده، بس رجالة أبو جلال بيقولوا له الشرطة جاية على الكازينو فإحنا لازم نمشي، وفعلا أبو جلال كان ماشي، بس ساعتها بتوصل الشرطة وبتعم الفوضى في المكان، وروني بيشوف أندير من بعيد وكان رايح عليه، بس بالغلط بيمسك أبو جلال مش أندير ومش بيكون عارف هو مين وبيسيبه وبيمشي، والظابط بلال بيكون بيقلب المكان على أندير، وبلال بيقول لروني أنا جاي أساعدك وأقبض على أبو جلال مش جاي علشان أقبض عليك، وبيقدر فعلا الظابط بلال يقبض على أندير وبيقول له فين أبو جلال، بس أندير مش بيرضى يقول له حاجة، وأبو جلال لما بيخرج بيلاقي الشرطة محوطة المكان فبيخش في صندوق الزبالة وبيقطع لبسه وبيغير من شكله وبيعدي قدامهم كأنه واحد متسول، والشرطة بتسيبه يمشي ومش بيعرفوا إنه أبو جلال، والشرطة بتقبض على أندير وبياخدوه في عربية الشرطة، وأبو جلال بعدها بيروح لرجالته وبيقول لهم الشرطة قبضت على أندير وأندير ممكن يخوننا ويقول أسرارنا للشرطة، وأبو جلال بيأمر رجالته إنهم يمشوا ورا عربية الشرطة اللي فيها أندير ويحاولوا يعرفوا هل أندير هيخون أبو جلال ولا لا، وفي عربية الشرطة روني بيخلي أندير يعمل الحركة دي زيه، ورجالة أبو جلال بيكونوا وراهم وشافوهم وبيقولوا لأبو جلال الحق شكل أندير بيخونك فعلا وبيتفق مع الشرطة، وروني بيأمر إنه يقعد على القهوة هو وأندير والظابط بلال، وفعلا بيعملوا كده وبيقعدوا على القهوة، ورجالة أبو جلال لسه بيراقبوهم، وروني بيطلع فلوس وبيديها لأندير وبيسيبوا أندير وبيمشوا، ورجالة أبو جلال لما شافوا اللي حصل قالوا لأبو جلال الحق ده خد منهم فلوس وسابوه مشيوا، يعني وش بيخونك واداهم معلومات، فأبو جلال أمر رجالته يضربوا نار على أندير ويقتلوه، وفعلا بيضربوا عليه نار بس أندير بينقذ نفسه وبيركب عربية الشرطة مع روني، وكده خطة روني بتنجح، وروني بيقول له شفت أبو جلال كان عاوز يموتك إزاي؟ أنا من رأيي تقف في صفنا أحسن، وأندير بيقتنع بكلام روني وبيتحول من عدو لصديق، وبيقول لهم على أماكن التفجيرات اللي أبو جلال بيخطط ليها كمان 3 ساعات، وبيقول له روني أخوك محبوس عند أبو جلال كرهينة، فالظابط بلال بيتحرك علشان يلحق أماكن التفجيرات وينقذ الموقف، وأندير بيعرف روني
بيجيب المكان اللي محتجزين فيه الرهاين وبيعرفه بخريطة المكان، وبيقول له المكان فيه برجين عليهم رجالة مسلحة بيحرسوا المعسكر ليل نهار، والمكان مليان برجالة مسلحة. وبعد المعسكر ده موجود الوكر بتاع أبو جلال، والوكر ده عبارة عن قاعدة جيش حقيقية مليانة طيارات ودبابات وصواريخ. وأندير لسه بيقول لروني لازم نحط خطة ونتصرف بالعقل، بس وراه لقى روني اختفى من جنبه، وروني راح بدأ عملية إنقاذ أخوه لوحده، وبيتسلل لجوه المعسكر وبيسرق قنابل وأسلحة، وبيفجر البرجين دول بالقنابل اللي معاه، وبيطير في الهواء وبيرمي القنابل على أفراد العصابة، وبيدمر المكان بالكامل، وبيشتبك مع كام فرد منهم بس بيخلص عليهم في ثانية لثانية، وبينطلق علشان يروح للرهاين. وأبو جلال بيعرف إن المعسكر بتاعه اتدمر ورجالته مش عارفين مين اللي عمل كده. فأبو جلال قال إيه اتدمر؟ مين بيحاول يحاربني؟ أمريكا؟ روسيا؟ ولا الموساد؟ ما يعرفش أبو جلال إنه بيحارب أخطر خطير، روني. وبيقف روني في سكة العربيات اللي فيها الرهاين والعائلات، وبيقول لهم لو فيكوا راجل يقرب، وأول عربية بتنطلق عليه علشان تدوسه، بس بيطلع إن روني عامل فخ وبتنفجر العربية، وبيخرجوا كل الرجالة المسلحة علشان يقتلوا روني، بس روني بيظهر لهم من كل مكان وبيقتلهم من غير ما يستخدم سلاح، وبعدها بيمسك السلاح وبيفجر عربياتهم، وبيروح بعدها للعربية اللي فيها الرهاين، بس بيطلع لفيجرام مش موجود وسطهم، وأندر بيقول لروني جايز فيجرام مع مجموعة تانية، فبيقرر روني يروح لوكر أبو جلال ويدور عليه هناك. وفي نفس الوقت سيا والظابط بلال بيروحوا للسفارة اللي كانت مليانة ناس، وبيطلع إن جوز حفيظة كان لابس حزام ناسف وهيفجر نفسه هناك، وسيا بتلحقه قبل ما كان هيفجر نفسه، والشرطة بتوصل وبتلحق الموقف، بس جوز حفيظة بيقول لهم ابعدوا أنا لازم أقتل نفسي علشان عيلتي تعيش، بس الشرطة بتخليه يكلم عيلته، وبيعرف جوز حفيظة إن عيلته في أمان، وده بفضل روني، فبيستسلم وبيسيب الشرطة تفك الحزام الناسف. وفي نفس الوقت في بنت من الرهاين داست بالغلط على لهم في المعسكر، فأندير بيتدخل وبيهد البنت، وقام شايلها وحط رجله مكان رجليها، وبكده يبقى اللهم هينفجر في أندير مش في البنت، وأندير ضحى بحياته علشان البنت الصغيرة. وبنروح لروني اللي بيدمر عربيات أبو جلال، ولكن فجأة في 3 طيارات بيحاوطوا روني من كل مكان، وروني بيطلع يجري وهم بيضربوا عليه نار، ومن شدة الانفجارات روني طار في الهواء ووصل لطيارة منهم وضرب اللي جوه الطيارة ورماهم، وخلى ال3 طيارات يخبطوا في بعض، وروني بينط في الوقت المناسب وال3 طيارات بيتدمروا، وأبو جلال بيتصدم لما بيعرف ان تفجير السفارة فشل وال3 طيارات اتدمروا، وبيتصل بيه واحد من رجالته وبيقول له مش أمريكا ولا روسيا ولا الجن الأزرق، ده هو شخص واحد وجاي علشان ينقذ أخوه فيجرام. وأبو جلال ما كانش مصدق نفسه، شخص واحد اللي عمل كل ده، وبيؤمر رجالته يجيبوا فيجرام. وعلى الناحية التانية رجالة أبو جلال بيضربوا نار على روني، بس روني بيصد رصاصهم بباب الطيارة واستنى لحد ما رصاصهم يخلص ودخل يهاجمهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. خلصنا من الرجالة المسلحة والطيارات، نخش على الدبابات. بيوصل لروني مش دبابة ولا 2 ولا 3، لا 7 دبابات، وساعتها سيا بتكون وصلت، وروني بيخرجها بره المعركة دي وبيقول لهم تعالوا لي. بينزل روني تحت الدبابة دي وبيطلع الناحية التانية وبيقتل الراجل اللي سايقها، وبعدها بيخلص من الدبابة التانية وبيوصلها لحتة مسدودة وبيهرب منها، وبيخلي دبابتين تانيين يضربوا بعض ويتدمروا، وبيفجر الدبابة اللي بعدها في الطيارات. ومش عارف اجيبها لكم ازاي، بس روني كده دمر كل الدبابات. وبعدها الراجل بتاع ابو جلال على الناحية التانية بيمسك واحد هندي من الرهاين وبيقول له اسأل الرهاين مين فيكم فيجرام، فالرهين بيتكلم بالهندي وبيقول هم بيسألوا عن فيجرام، بس العصابة دي مش بتعرف تتكلم هندي، فيا فيجرام لو انت سامعني ما تكشفش عن نفسك، في شخص بيدمر معسكراتهم كلها علشانك وهم خايفين منه، والشخص ده هينقذنا كلنا ان شاء الله. ولكن بيطلع ان ابو جلال بيفهم هندي كويس، وبيمسك الرهينة وبيقول لفيجرام اظهر بدل ما اقتله، ففيجرام بيضطر يظهر علشان ينقذ الراجل، وابو جلال بيقول له اخوك عمل لي مشاكل كتير بس هقتله، ففيجرام قال له انا اللي غلطان، كان المفروض انادي على روني من الاول، وفعلا بينادي عليه وبيظهر روني وبيجري على اخوه وهو كان هيتجنن عليه، وروني بيقول له يا ريتهم خطفوني انا مش انت، وابو جلال بيقول له انت عاوز ايه؟ عاوز اخوك؟ خده وامشي يا عم بس وقف الجنان ده. فروني قال له انا عاوز كمان كل اخواتي يتحرروا، وابو جلال بيوافق وبيحرر كل الرهاين، وروني بياخد اخوه كان ماشي، بس بيطلع ان ابو جلال خطف سيا، ورجاله ابو جلال خطفوا فيجرام وحبسوه مع سيا في الزنزانه، واتلموا على روني ونزلوا فيه ضرب، وروني كان مستسلم تماما وهو شايف اخوه هيتجنن عليه، ورجاله ابو جلال حطوا السيخ الحديد في بطنه، وهنا فيجرام بينفجر وبيخرج من القفص وبينزل ضرب فيهم وبيلطش فيهم كلهم لاجل اخوه، وروني مبسوط وهو شايف اخوه بيدافع عنه لاول مره، وبيروح فيجرام لابو جلال وبيديله على دماغه وبيزقه على السيخ الحديد، وبيروح فيجرام وسيا يطمنوا على روني، وللاسف روني ما كانش بينطق ولا بيطلع نفس، وفجأة ابو جلال بيطلع عايش وكان هيضربهم بالعصايه، ولكن ساعتها روني بيفوق وبيقتل ابو جلال نهائيا،
إنها الهند يا سادة، وبعدها بيرجعوا على بلدهم، وفيجرام بيتكرم على الإنجاز اللي عمله، وروني بيكون فخور بيه جدا، وبيقول روني مع نفسه الواحد بيعمل المستحيل علشان الناس اللي قريبة منه، وكل اللي نفسه فيه يشوف الناس اللي بيحبهم في أمان. وبيخلص الفيلم على روني وهو باصص لفيجرام. وهنا نكون وصلنا لنهاية ثلاثية باجي، واللي وصل لآخر الحلقة وعجبته عاوزك تحطي ايموجي دراعات وطيارات ودبابات وأي حاجة تيجي على بالك في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة، وباي باي.